ازاي ننسق ديكور غرفة النوم بشكل احترافي وتطلع متناسقة مريحة وبتعكس شخصيتنا وذوقنا الخاص، وده عن طريق ان بحدد الستايل او الطراز للديكور الاقرب لذوقي. بمشي بقواعد واسس تصميم تعمل تناغم وتناسق مريح. يعني ايه بحدد الستايل او الطراز للديكور؟ بيكون عندي مجموعة من الستايلات بختار منها الأقرب لذوقي الشخص أو سياحي من ناحية العناصر وتكوينها. فمثلا لو بحب الألوان الجريئة أو الزخارف بلجأ للطراز ده، ولو بحب الحاجات البسيطة بلجأ للطراز ده. عندي كذا طراز بيحكموا مجموعة من القواعد وأسس التصميم اللي بتطلع لي ذوقي الشخصي باحترافية كاملة، وبتخلي العين مريح ليا واللي داخل الفراغ، علشان ذوقنا مش واحد. فبالتالي لو في قواعد او اسس تصميم تظبط التدخلات اللونية والعناصر هتبقى مريحة لكل اللي يشوفها حتى لو ما هيش ذوقي الشخصي. في النموذج اللي هعرضه معاكم كمثال انا اخترت الطراز المينيماليست. عندي غرفة النوم مينيماليست، هي فلسفة قائمة على مبدأ الأقل والأكثر، منها تصفية الذهن وتقليل التوتر البصري علشان يساعدك على الاسترخاء. والستايل ده بيخدم الناس اللي بتحب البساطة والهدوء واللي ما بتحبش تدخلات لونية كتير، وده اللي حققته عندي في الغرفة. فلو جينا نبص هنلاقي ان الغرفة تصميمها بسيط جدا، مفهوش اي تدخلات لونية، كلها حاجات هادية وبسيطة. اول حاجة في قواعد الستايل ده من ناحية الالوان، الاعتماد بيكون على الالوان المحايدة والهادية اللي بتريح العين. عندي زي الابيض والبيج هما الاساس لزيادة الاحساس بالاتساع، درجات الرمادي والترابي لاضافة عمق بسيط من غير زعل. يعني الستايل ده معتمد على الالوان المحايدة اللي بتمشي في كل مكان وعلى اي حاجة. غالبا الغرفة بتعتمد على المونوكروماتيك، درجات مختلفة من نفس اللون، وده اللي اعتمدته عندي في الغرفة. اول حاجة بدأت بيها استخدمت هنا عندي في الغرفة النظام المونوكروماتيك لون ودرجته في باقي الغرفة. رقم 1، درجة اللون الأساسية عندي في الحوائط والتجاليد الدرجة البيج الفاتح فانيلا لاتيه 75% تخفيف. تاني تدرج لوني في عناصر الفرش بتاعة الكومود درجتين أغمق من درجة الحيطة. تالت تدرج لوني أغمق في الستارة وفي السجادة وفي التنجيد بتاع السرير وفي عناصر الفرش اللي في الجلسة قدام السرير. رابع تدرج لوني في المفارش، وده رايح على كافيه شوية في الخداديات وفي المفرش بتاع السرير وفي الجزء بتاع الزرع اللي عندي هنا. خامس تدرج لوني رايح على اورنج شوية بحيث ان هو يكسر لي الدنيا شوية وفي نفس الوقت يكون من فئة التدرج اللوني اللي هي الدرجة اللي رايحة على جملي في السكارف وفي الخدادية ديت وفي الأرضية. فالأرضية عندي رايحة على جملي شوية. تاني قاعدة في الستايل بتاعنا من ناحية الأساس والوظيفة، مفيش قطعة أساس موجودة للمنظر بس، كل قطعة لازم يكون لها وظيفة. رقم 1 بالنسبة للسرير يفضل يكون منخفض بظهر بسيط أو بدون ظهر، وده اللي اتحقق عندي في السرير بتاعي. سرير منخفض وبظهر بسيط مفهوش تفاصيل كتير. تاني حاجة الخطوط المستقيمة أبعد تماما عن الزخارف أو الأرجل المنحنية، الأساس لازم يكون بخطوط هندسية واضحة، وده اللي اتحقق عندي في التصميم. السرير تصميمه بسيط جدا مفهوش أي منحنيات صعبة، وبالنسبة للجلسة اللي قدام السرير فيها سموث شوية ولكن مش كيرفات صعبة. معايا بقية التصميم كله خطوط مستقيمة هندسية مفيهاش اي مشاكل خالص. التخزين المخفي الدواليب لازم تكون بتصميم بسيط جدا، يعني زي ما تكون بلت ان في الحيطة عشان ما تقطعش العين او زي ما تعملش حاجز بصري يعني. والكلام ده اتحقق هنا بان الدريسنج منفصل عن فراغ النوم ومفيش عندي مقابض ولا حاجة بتعملي حاجز بصري. عملت دمج الازاز مع الخشب من نفس درجات الدهان
بناء على ذوق العميل. القاعدة رقم 4 بالنسبة للإضاءة الطبيعية والصناعية. الضوء الطبيعي هو البطل، استخدم ستاير تسمح بمرور الشمس خفيفة، والإضاءة الصناعية اعتمد على الإضاءة المخفية بتصميم مودرن وبسيط جدا. وده اترجم عندي هنا في ان الإضاءة الطبيعية عملت عندها نموذجين من الستاير، واحدة خفيفة وواحدة بلاك اوت، بحيث يبقى عندي تنوع. بالنسبة للإضاءة الصناعية المخفية عندي نموذج عند الستارة، وعندي نموذج هنا في الحيطة، وعندي نموذج في الأباجورات اللي على الكومود، وعندي نموذج في الماجنتيك تراك اللي فوق. عمل لي تدرج في الإضاءة من حيث الألوان ومن حيث الشدة. القاعدة رقم 5 الملمس بدل التفاصيل. عشان الأوضة متبانش باردة أو مملة، بنعوض غياب النقاشات بالملمس المريح زي اللينين والملايات القطن أو الكتان. وبالنسبة للسجادة صوف بلون سادة وملمس غني، ومخدات بخامات مختلفة بنفس درجة اللون. وده اتحقق عندي من خلال تنوع الأقمشة الناعمة في الستارة والتنجيد وفي الملايات. وبالنسبة للسجادة عندي تفاصيلها بسيطة جدا، مفيش فيها اي زخارف او اي رسومات، مجرد تدخل لون غامق مع لون فاتح بسيط جدا. القماش عندي كتان في الستارة البلاك اوت، ولينن في الخفيفة. الأقمشة بتاعت التنجيد راسطة. التداخل عندي هنا ما بين القطن وما بين الكتان في المفارش والخداديات. نصيحة: المينيماليست مش معناه ان الأوضة تكون فقيرة، بالعكس هي بتركز على جودة القطع مش عددها. قطعة واحدة فنية بسيطة على الحيطة كفيلة انها تدي روح للمكان كله. وده اللي اتحقق عندي في الغرفة بسيطة جدا، التجاليد هادية من نفس درجة لون الحيطة. عندي توازن بصري، المنطقة ديت بتقلها بيوازيها منطقة الإضاءة هنا مع الكيرف اللي جاي هنا مع الزرعة مع الفاصل الزجاجي اللي ما بين غرفة النوم والحمام اللي طلبه العميل. وعناصر الفرش هنا بتخدم لي الوظيفة بشكل كلي. عندي منطقة النوم السرير واللي بخدمها 2 كومود، عندي منطقة الجلسة اللي طلبها العميل بحيث تديني ممرات حركة ومش مضيقة المكان، وعندي الشاشة اللي العميل طلبها. عملت تداخل في خامة الخشب من نفس درجة الأرضية بحيث تحدد لي الزون ده وتعمل لي كونتراست اكتر مع تداخل التجليدة دي مع الحيطة. الحمام الوظيفة اللي طلبها العميل في الحمام هي اللي اتحققت، البيديه والقعدة والحوض والاتنين حوض اللي طلبهم، والدريسنج اللي اتطلب والتسريحة بكل حاجة. ده استخدام العميل وده اللي فعلا هيستخدمه في الغرفة، ومفيش اي عناصر زيادة تعملي زحمة لمجرد ان ما سيبش حتة فاضية. فالذوق ده بيخدم الناس اللي بتحب البساطة والهدوء والرقي.